السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في قناة بلبل فوت. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على قائمة المنتخب التونسي اللي باش تكون إن شاء الله اليوم على 4 متاع العشية. باش نتوقع مع بعضنا نعمل الأسماء اللي باش يكونوا موجودين إن شاء الله. 26 ملاعبي اليوم باش تتبعث القوائم الفيفا قبل المونديال. المهم قبل ما نديرو الفيديو نتمنى الناس الكل تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. متنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ويلا بينا. باهي أول حاجة خلينا نحكيو عليها هي ملاعبية البطولة التونسية اللي باش المعنيين انهم يكونوا موجودين في قائمة المنتخب التونسي. ولهنا الحقيقة ماناش نحكيو على برشا اسماء، نحكيو بالخصوص على حراس المرمى اللي هما باش يكون 3 حراس مرمى، باش يكونوا 3 من البطولة التونسية تو نحكيو عليهم. وباش نحكيو على زاد شوية ملاعبية أخرين في الفيديو هذا. بعد ما وفات البطولة التونسية تو وضحت الأمور الكل، ظاهرة الصورة بالنسبة للناس الكل. نحكيو على حراس المرمى، 3 حراس باش يكونوا موجودين في كأس العالم حسب ما قال صبري اللاموشي. موش باش يهز 4 حراس كما المدربين السابقين، باش يكتفي ب3 حراس آخرين ونربحوا بلاعب آخر في مركز آخر في الملعب. وهذه حاجة باهية على الأقل كما العالم الكل يا رسول الله نهزوا 3 حراس. قعدنا كان احنا نهزوا في 4 حراس. المهم باهي بالنسبة لحراس المرمى اللي في تونس نحكيو على 3 أسماء واللي هما بشير بن سعيد ترجي رياضي. باش نحكيو على الحراس بصفة عامة اللي موجودين في تونس واللي ممكن يكونوا في القائمة، وبعد باش نختار مع بعضنا 3 حراس. باهي عندك بشير بن سعيد ترجي، وعندك مهيب الشامخ نادي الأفريقي، وعندك صبري بن حسين النجم الساحلي، وعندك أيمن دحمان النادي الصفاقسي، وعندك نور الدين الفرحاتي. باهي بالنسبة للأسماء هذوما الكل كي نجيو نحكيو نلقاو أدائهم الكل ماهوش كبير برشا، أو ما يفرقوش على بعضهم برشا في الأداء. فنيًا على الأقل يعني كلهم عندهم نفس الأغلاط، كلهم عندهم نفس التألق، ما فيهمش حارس فارق عليهم بصفة كبيرة. بالنسبة ليا 3 حراس اللي يلزمهم يكونوا موجودين في المعسكر هذا واللي هما مهيب الشامخ، بشير بن سعيد، صبري بن حسين. هذوما 3 حراس اللي نتمنى يكونوا موجودين 3. وبالنسبة لاختيارات المدرب أنا يعني باش نقول لكم شنيا باش يختار صبري اللموشي. مجرد يعني توقع خاطر حسب كيما نعرفوا الناس كل السياسات اللي تمشي بها المنتخبات باش يهز بشير بن سعيد وباش يهز صبري بن حسين وباش يهز أيمن دحمان. وتوا نشوفوا مع بعضنا نشوفوا مع بعضنا الناس الكل اللي أيمن دحمان باش يكون موجود في القائمة، على الرغم إنه 99% من جمهور المنتخب التونسي عارف إنه أيمن دحمان ماهوش يقدم في مستوى كبير، وآخر مشاركاته مع المنتخب التونسي ما كانتش موفقة بالكل. نحكيو على مشاركة في البطولة العربية اللي فاتت مشاركة مخيبة، ونحكيو على المشاركة في كأس أفريقيا كيف كيف مشاركة مخيبة. ونتفكروا مع بعضنا البنطوات اللي كان ممكن تداركهم واللي تمركاو علينا. بالنسبة للأساسية شكون الحارس الأساسي شكون الحارس الاحتياطي هذا الكل توا نزيد نحكيهم من بعد. توا مازلنا في نحكيو على القائمة. خلينا نحكيو مع بعضنا على اللاعبية الآخرين اللي ممكن يكونوا موجودين من البطولة التونسية في قائمة المنتخب التونسي. خلينا نبداو بالنادي الأفريقي. النادي الأفريقي عنده المهاجم فراس شواط معني بأنه يكون موجود في قائمة المنتخب التونسي، واللاعب الثاني اللي معني باش يكون موجود في قائمة المنتخب التونسي واللي هو الزعلوني خاصة بعد الهدف اللي ماركاه في الديربي. يعني قبل الديربي حتى في المعسكر اللي فات ما هو كان الزعلوني موجود في المعسكر، وقبل الديربي الزعلوني زاد كيف كيف كان أداؤه ما هوش ككل، حتى في المعسكر اللي فات أداؤه ما هوش ككل. أما بعد الديربي وبعد البونتو اللي ماركاه والبوليميك والدنيا وكل شيء اللي صارت نتصور الزعلوني باش يكون موجود في القائمة. بالنسبة لمنتخبنا باهي تو سكرنا النادي الافريقي باش يكونوا 3 ملاعبية موجودين في المنتخب التونسي واللي هما كما حكينا مهيب الشامخ حارس المرمى، الزعلوني ظهير أيمن، والمهاجم فراس شوات. نمشيو للترجي كما حكينا الترجي بشير بن سعيد باش يكون حارس موجود مع المنتخب التونسي. اللاعب الثاني من الترجي اللي معني انه يكون موجود في القائمة واللي هو حمزة رفيع على حقيقة ملاعبي ممتاز، ملاعبي باهي صحيح ما ظهرش بالشكل الباهي برشا الموسم هذا مع الترجي الرياضي بحكم ما تمش تأهيله بالكدا. ما كان جا نتصور مشكل الترفيعة الوحيدة انه بدنية يعني ماهيش فنية، بدنيا ما حضرش بصفة باهية، وبحكم بطولتنا كما نعرفوها الناس الكل. اما نتصور فترة الاعداد اللي باش تكون ان شاء الله في تبرقة المباريات الوديين اللي باش نخوضوهم في اوروبا ضد منتخب النمس وضد منتخب بلجيكا،
قادرين إنهم يخلّوا حمزة رفيعة يكون في أحسن فورمة بدنية ليه، والله أعلم هذا الكل باش تبقى اختيارات مدرب، أما بالنسبة ليّا كفنيًا حمزة رفيعة نستحقوه على الآخر في المنتخب التونسي. بالنسبة للملاعبية الآخرين اللي في الترجي الرياضي نجي معني بالنسبة للجلاسي نتصور المركز نتاعو فيه برشا ملاعبية يستحقوا إنهم يكونوا في المنتخب التونسي، أدائهم خير من أدائه ألف مرة. والملاعب الثالث اللي نحكيو عليه اللي هو محمد أمين بن حميدة، كيفه كيف الجلاصي كيفه كيف مرياح. فما برشا ملاعبية أخرين ينجم يكون عندهم مستوى كبير عليهم، لذا ما عندهمش ثلاثة هذوما مكان في المنتخب التونسي. بالنسبة للترجي الرياضي زوز ملاعبية يستحقوا إنهم يكونوا موجودين في المنتخب التونسي، واللي هما حارس المرمى بشير بن سعيد وحمزة رفيعة لاعب خط وسط. تو سكرنا ملف نادي الفريق والترجي الرياضي، نحكيو على ملاعبية أخرين من البطولة. نجمو نحكيو على رائد الشيخاوي مدافع الاتحاد المنستيري، واللي كان موجود في طرابلس اللي فات مع المنتخب التونسي. ما نعرفش إذا كان باش يكون موجود في طرابلس كأس العالم ولا لا. أنا بالنسبة لي مع المدافعين اللي عنا ومع رجعة منتصر الطالبي وزيد النجم نلعبوا الياس الصخيري في قلب الدفاع. نتصور رائد الشيخاوي ما عندوش مكان حاليا في المنتخب التونسي في كأس العالم. والملاعب اللي آخر زيادة نجمو نحكيو عليه واللي هو مهاجم نادي الصفاقسي عمر بن علي، سحب العشر أهداف الموسم هذا مع نادي الصفاقسي. الحقيقة مهاجم باهي، قدر انه حتى الجولة الأخيرة يسجل الأهداف. سجل الهدف نتاعو الأخير ضد في الجولة الأخرانية يعني ضد الإطوال. مهاجم باهي نتصور عنده مكان في المنتخب التونسي، صحيح ما خذاش فرص باهية في المعسكر اللي فات ولا اللي قابله مع المنتخب التونسي بحكم لعب مازال صغير وكل شيء، يعني ما تمش تأهيله بالكدا انه باش يكون موجود كأساسي في كأس العالم. اما نتصور المهاجم هذا يستحق انه يكون موجود صاحب العشر اهداف مع منتخبنا التونسي. المهم لأننا نجم نكونوا حكينا على ملاعبيتنا اللي يلعبوا في البطولة اللي معنيين انهم يكونوا موجودين في قائمة المنتخب التونسي. تبقى هذا الكل تكهنات وآراء وكل شيء، القرار النهائي أكيد بيد المدرب الوطني صبري اللاموشي. كما حكينا المؤتمر الصحفي باش يكون اليوم إن شاء الله الجمعة مع الأربعة متاع العشية. باش تكون أكيد البث مباشر على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم، باش يتم الإعلان على القائمة، وأكيد باش تكون يعني ندوة صحفية باش يسألوه أسئلة. وإن شاء الله الصحفيين المرة هذيا ما يسألوش أسئلة غبية كما اللي شفناه في التربص، كما شفناها في الندوة الصحفية اللي فاتت. معلم مدرب مازال كي جا جديد وهم يسألوا فيه شنية مشكلتك مع فلان وشنية مشكلتك مع فلتية وعلاش رفضت المنتخب ذرا وقتها. خلينا نحكيو على الأداء، نحكيو على شنية يعني محضرينه لكأس العالم تكتيكيا كيفاش باش نلعبوا فنيا كذا. مش نحكيو على حكاية الفارغة هاي عركة هاي درجنية. المهم لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في مشواره في كأس العالم اللي صاير تو على الابواب، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.